غمض عين ولا اهدى لما تضحك. صبرت سنين في همك قبل فرحة، أسامح مين روح انت الله يسامحك. ألومك ليه مش فارقة ما هي ده لازمته ايه خلاص حقك عليا. فاكرني ملاك وهنسى الأسودية. أنتم على أمواج إذاعة وهران 92.7 أفهم. ملفات رياضية. برنامج رياضي يتناول أهم القضايا الرياضية المطروحة على الساحة. ملفات رياضية يستضيف وجوه وإطارات مختلف الرياضات من كرة القدم، الرياضة القتالية والفردية والجماعية. ملفات رياضية برنامج يغوص في مخرجات الحلول المقدمة للارتقاء بالرياضة الوطنية. يأتيكم عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من وهران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة وهران ومشاهدينا عن طريق تقنية ستريمينج لايف عبر الموقع الرسمي عبر الفيسبوك لإذاعة وهران. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ملفات رياضية. اليوم الحديث سيكون عن رياضة جماعية ذات أهمية كبيرة، هي رياضة كرة السلة. هذه الكرة البرتقالية التي تشهد في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية وهران انتعاشا كبير من خلال نادي شباب مرجان وهران لكرة السلة الذي يتألق على حداثة نشأته. وللحديث بأكثر التفصيل ولتقييم واقع كرة السلة على مستوى ولاية وهران نسعد باستضافة السيد قدور حميد رئيس الرابطة الجهوية لكرة السلة. سيد قدور حميد مرحبا بك. شكرا. وهو كذلك حكم دولي في كرة السلة سابقا، وهو اللاعب السابق والمدرب السابق ورئيس لجنة التحكيم على مستوى الرابطة لكرة السلة في السابق. اليوم يحضر معنا للحديث عن شؤون كرة السلة، واقع كرة السلة وآفاق هذه الرياضة على مستوى ولاية وهران. كذلك نسعد باستضافة كل من السيد رئيس نادي شباب مرجان وهران فرحي يونس الهواري، هذا اللاعب السابق الذي عرفناه في الميادين كرة السلة. اليوم يترأس هذا النادي حديث النشأة 2023. أطلق هذا النادي واستطاع أن يحصد في هذا الظرف الوجيز العديد من الألقاب. فأواسط هذا الفريق تحصلوا في هذا الموسم على كأس الجمهورية، وهو إنجاز كبير على مستوى ولاية وهران. وكذلك كان لهم مشاركة في البطولة الوطنية لكرة السلة واحتلوا المرتبة الثانية رغم أنه فريق حديث النشأة. والعديد من النتائج المحققة على الصعيد سواء المحلي والجهوي أو على الصعيد الوطني سنستمتع بعرضها معكم من خلال ما سيقدمه السيد فرحي يونس الهواري. نعود أولا إلى السيد قدور حميد. نرحب بك مجددا سي حميد. سي حميد، لو نتحدث عن كرة السلة على المستوى أولا الوطني، كيف حال كرة السلة في الجزائر على المستوى الوطني؟ السلام عليكم. الحمد لله هذه السنة كان إنجاز عظيم من الفريق الوطني الأكابر اللي تحصلوا على المرتبة الأولى في البطولة العربية، وزاد إنجاز تاع فريق الأساز
ذكور احتلوا في المرتبه الثانيه في البطوله العربيه اللي صارت هذه الخطره في مصر. الكره السله مع قدوم هذا الرئيس الجديد لوسيف مهدي بدات تنعش كره السله في على المستوى الوطني. الحمد لله يا رب. الحمد لله، وحنا نطمع للكثير خاصة إن شاء الله بعد الركود اللي شهدتها العديد من الرياضات باش نكونوا واقعين، ماشي غير كرة السلة، كرة اليد بدات تعود، بدا بينا كذلك نشوفوا كرة الطائرة ونشوفوا لي كرة السلة اللي كان يعني للجزائر لها باع يعني أن تحصد يعني نتائج إيجابية من مصر اللي هم متألقين يعني في هذه الرياضة. هو يعني يدل على أنه كاين كذلك الجزائر مستقبل واعد لهذه الرياضة. لو نتحدث كذلك على المستوى الجهوي بصفتكم رئيس رابطة الجهوية، خاصة احنا في الجهة الغربية، بما أنك يعني ولد وهران ولاعب سابق هنا في ولاية وهران، ويعني وشرف أنك أن وهران هي اللي يعني تحوز على قيادة الرابطة الجهوية. وهران اللي أصبحت قطب من خلال قطب رياضي بامتياز من خلال الهياكل التي أنجزت مؤخرا، اللي نحيوا كل القائمين عليها خاصة مدير الشباب والرياضة، ونتمنى كذلك المزيد. لو نتحدث عن الواقع الجهوي من الوطني، كيف حال كرة السلة في الناحية الغربية بوهران بصفتكم رئيس الرابطة الجهوية؟ الحمد لله هذا العام درنا انجاز. فريق اكابر شباب مرجان وهران صعد الى الدرجه الاولى في القسم الاول في البطوله. وراه عندنا 19 فريق في منخرط عندنا في الرابطه الجهويه، اواسط وذكور. والعام اللي قبله كان ثاني فريق تاع تلمسان صعد. الحمد لله بدات تبان النتائج في العهده تاعنا، بدات النتائج تبان. وراه عندنا 3 فرق في الجهوي الغربي، 3 فرق من وهران، بريد وهران، كوب وهران، وشباب مرجان وهران، 3 فرق. وعندنا قاعه واحده راهي تلايم هذو 3 فرق. سنتحدث عن القاعات ان شاء الله فيما بعد. على ذكرك النوادي هذه اللي راهي تنشط في وهران، 3 نوادي، هل بامكاننا معرفه المستوى اللي تنشط فيه كما بريد وهران؟ فريق يعني قديم في كره السله يعني، وكذلك الكوب وهران يعني شحال عندهم يعني، ولا واش هما في القسم الجهوي ولا في القسم الوطني؟ نبدو بكوب وهران. كانوا في المستوى الاول في القسم الممتاز. من بعد مع هجره اللاعبين وبدا يهوى راه في الجهوي، راه معنا في الجهوي الغربي. وبريد وهران ثاني مع هجره اللاعبين والمصاريف وكاع ثاني راه هبطوا راه في الجهوي الغربي. في الجهوي الغربي يعني. على ذكر كذلك لتقييم الرابطه كذلك، هل عندنا احنا في رابطه وهران ولا الرابطه الجهويه كذلك حكام من وهران؟ يعني بما انك كذلك كنت حكم دولي سابق، كنت رئيس لجنه التحكيم، هل كاين يعني من وهران حكام سواء على الصعيد القاري او على الصعيد الدولي او حتى على الصعيد الوطني؟ عندنا حكام ولا كاين برنامج تكوين حكام في مفكرتكم؟ هنا راه عندنا حكام فيدراليين، ما عندناش حكام دوليين. مع هذا السيستم الجديد تاع اللغه بالانجليزيه شويه راه كاين صعوبات في الحكام تاعنا. انا نوجدوا في حكام جدد صغار اللي يكون عنده النيفو لونغلي، سيتو لونغلي. كاين مراعاه يعني في برنامج التكوين اللي تكتيف التكوين في اللغه. التكوين في اللغه كاين، اللغه الانجليزيه خاصه اللغه الانجليزيه ضروري في هذا الوقت، ضروري اللغه الانجليزيه حتى بالنسبه للاعبين نظن ولا المدربين، لانه مدربين ولاعبين. يعني فيما يخص هذا البرنامج تاع التكوين تاع الحكام، يعني هل نقدروا نعرفوا ما هي الشروط ربما ولا المؤهلات اللي تسمح لواحد باش يدخل لعالم التحكيم في كره السله؟ شوف كره السله اللي تكون لاعب قديم، إذا كون ما تكونش لاعب قديم ما تنجمش تتحكم في اللعبه.
لازم تكون لاعب، ماشي تجيب واحد تكون لاعب عمره كرة ما لعب السلة. كره بالسله وتدخله في تحكيم يعني الشرط الاساسي انه يكون الانسان يكون لاعب. مارس رياضه كره السله. يعني ما صلحش كلاعب ندخله هنا بالنسبه للمستوى الدراسي اللي يكون اقل جامعي، مستوى جامعي، اللي يكون جامعي ماشي يكون يتقن اللغه الانجليزيه يعني هذا شيء ضروري في سيتو في هذه المده هذه. هذا شيء ممتاز. وحتى يعني 3 نوادي في ولايه وهران، هذه الولايه العريقه، هذه الولايه الكبيره، يعني هي العاصمه الثانيه للجزائر. ما تشوفش كلاعب سابق كرئيس لجنه انه قليل في حق وهران عندنا نوادي في كره السله؟ قليل بزاف كاع قليل. ما هو السبب؟ السبب هي القاعات، قاعات السبيسيال باسكت ما عندناش. عندنا لالوفا فيها الفولي، فيها الباسكت، فيها ما عندنا. خصنا كون كاين قاعات سبيسيال باسكت المستوى نوادي يطلع. اخرى، نشوفوا يعني تأسيس نوادي اخرى كون كاين ان شاء الله يا ربي. سنعود لهذه النقطة بعد قليل. سي قدور، نروح للسي فرحي. مرحبا بك مجددا سي فرحي على امواج اثير اذاعة وهران، وعلى كذلك شاشة الستريمينج على مستوى موقع التواصل الاجتماعي لإذاعة وهران. سي فرحي، فريق نتاعكم شحال عنده يعني منذ تأسيسه بالضبط؟ يعني فريق شباب مرجان السلام عليكم. وعليكم السلام. فريق شباب مرجان تأسس في نهاية شهر أكتوبر من سنة 2023. يعني حديث النشأة. حديث النشأة، حوالي 20 شهر من تأسيس النادي. كيفاش جاتكم الفكرة وطلقتوا هذا النادي، رغم أنه راه يتكلم السيد رئيس الرابطة كنا نشوف حتى نوادي عريقة وقديمة في كرة السلة، ولكن ما راها يعني تراوح مكانها إن صح التعبير. كيفاش انتم جاتكم الفكرة لإطلاق هذا النادي؟ فكرة تأسيس النادي كانت على في الأساس على باز كانت من الأخ الأكبر، أخي الكبير زكريا، اللي هو راه الآن مدرب في الأكابر. هو لاعب سابق. لاعب سابق أيضا، وكان هو اللي حقق كأس الجمهورية مع فريق الأواسط لهذه السنة. الله يبارك. هو الفكرة كانت تراودها من سنة 2018. كانت تما كنا عندنا واحد بادرنا باش نأسسوا هذا الفريق. من بعد جات هذيك الوباء تاع الكورونا اللي منعنا حبس كل الرياضات على المستوى الدولي. كانت في الخير، باسكو ابري من بعد كانت دراسه معمقه اون فوا باش نأسسوا هذا الفريق يكون على اسس يعني في السكه الصحيحه. في السكه الصحيحه ان شاء الله. الهدف تاع تأسيس الفريق رغم الصعوبات في الأول كانت عندنا بعض المخاوف من هذه الإمكانيات المادية، من مشكل الصالات، من مشكل اللي كان واقع للأندية اللي راهم قبلنا في الميدان. ما اتخذنا ثاني القرار، قلنا معليش احنا نسيو نديروا نتعاونوا ونتحدوا باش على الأقل تكون هذه الولاية، الغيرة تاع هذه الولاية اللي خلاتنا نأسسوا هذا النادي. باسكو تشوف لي زوطخ ولايات، تشوف توجور تلقى عندك 3 4 فرق يمثلوا الولايه تاعهم في المستوى الممتاز. وحنا ولايه وهران كما قلت سابق، ولايه وهران هي ثاني ولايه في الجزائر، ولايه كبيره ما عندناش ولا فريق في القسم الممتاز. لهذا قررنا، والتأسيس كان من الأول. كان الفريق تعهدنا على يكون لاعبين سابقين وجامعيين. كان مستوى الجامعي لأن القانون يعني نعم القانون ما حنا باش نكونوا نجموا نكونوا فريق تاع مستقبل، ماشي فريق تاع اليوم وتحبس. قررنا نديروا واحد الكريتير، فريق من اغلب اللاعبين يكونوا لاعبين سابقين. التربيه، باسكو سابقا كنا نعرف الرياضه تربيه قبل الرياضه صح. وسابقا ثاني كره السله كان يمثلها غير الاطباء والصحافه وكل الناس اللي قاريين صح. والجامعيين المستوى الجامعي كان اوبليغاتوار باش نروحوا في السكه الصحيحه. والحمد لله كان توفيق من عند الله. الحمد لله. على ذكركم القاعات، واش من قاعه اللي ينشط فيها فريقكم؟ احنا نشطوا كما كل الفرق الوهرانيه، 3 فرق الوهرانيه نشطوا في قاعه لالوفا. مشكلتنا هذه مشكل وهران،
المشكل تاع القاعات. يعني انتم تلقوا صعوبات في التدريب؟ صعوبات كثير ما عندناش، عندنا 3 حصص تدريبيه في الاسبوع. هل تراها كافيه يعني؟ غير كافيه، غير كافيه، ومده الحصه ساعه ونص غير كافيه. احنا على الاقل نطالبوا ب5 حصص في الاسبوع للفريق الاكابر. الفريق الاواسط راه يتدرب في بلانر في تيران برا. كاين مخاطر ربما. كاين مخاطر يعني لي زوطخ ولايات تلقى التدريب دائما في القاعات. اون فوا يكون جوار في الاواسط يعني يتعود على القاعه باسكو ديجا القادم الاولى راه في الفريق الاكابر. صح. ديجا عده مرات نحتاج لاعبين من الاواسط باش يساعدونا في الفريق الاكابر. على ذكرك لهذا المشكل تاع القاعات، نعاود نولي لرئيس الرابطه الجهوي سيد قدور حميد. سيد قدور، هذه الهياكل ربما نقصها، يقول لك 3 فرق يدربوا في قاعه واحده. انت الان من قبعه رئيس الرابطه الى قبعه التقني السابق واللاعب السابق، هل تشوف يعني من الناحيه التقنيه والناحيه الفنيه هل يكفي انه فريق يدرب 3 مرات في الاسبوع؟ غير كافي. السلام عليكم. غير كافي، لقنا قاعة وزيد هذه القاعة على لوفا ما فيهاش غير كرة سلة. مام يجو كان فيها لي زونديكابي، فيها صحاب الفولي، لي ماتش تاع الفولي، يعني متعددة الرياضات. خاطر كيما هنا نبرمجوا لقاءات في الجهوي الغربي. الكوب والمرجان والبي تي يشوفوا في 3 في رحبه، اون جونيور سينيور. ما نلقوش كاين البروغرام يعني. والبرمجه صعيبه. هنا نزيدوا نهضروا. هضرنا مع الشيخ شيف سيرفيس بن عبو مصطفى، نحيو بهذه المناسبه، خونا وصاحبنا وراه يعاون فينا، يعطينا قاعه سبيسيال باسكت ان شاء الله. ساعود اليك بعد الاستماع لهذا الفاصل الاشاري. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا بعد الفاصل، نعود اليكم. إذن عدنا إليكم مستمعينا بهذا الفاصل الإشاري. كنا نتحدث مع السيد قدور حميد حول يعني نقص الهياكل، وكنا أشرنا إلى أنه كاين يعني نوع من الاكتظاظ على هذه القاعة، قاعة لالوفا. ربما كاين قاعات أخرى في القاعات المتعددة الرياضات التي تنجز، وربما عندكم ربما حديث ولا طرحتوا هذه الفكرة على رئيس مصلحة الرياضة سي بن عبو اللي نحيوه من هذا المنبر. واش كان الرد ربما فيما يخص الهياكل مستقبلا؟ هل في يعني مشاريع ربما لمراعاة القاعات التي تنجز تكون الأولى يعني تتطابق مع المعايير المعمول بها دوليا حتى ربما تسهل المهام على الفرق؟ انا هضرنا مع شي مصطفى بن عبو ان شاء الله يا ربي على الصاله تاع السينيا، راهم معاودوا سقموها، باقي لها غير طراساج. ميم لي بانو هادو تاع لا لوفا نجمو ندوهم تما وتولي لنا صاله سبيسيال باسكيت، والناس كاع تخدم الاز وكاع يترينو 5 فوا بار سومان. هكا نقصوا هذاك الاكتظاظ. حتى في البرمجه تساعدكم؟ ساعدنا في البرمجه كرابطه. كرابطه. السيد قدور، كذلك فيما يخص برنامج الرابطه الجهويه، فيما يخص تكوين المدربين، نعرفوا باللي الرياضات كلها تمشى بالانديه، قلنا عندنا 3 ونطمح الى تاسيس فرق اخرى في ولايه وهران. كذلك التحكيم تكلمنا عليه. الان كاين هذه المنظومه تمشى يعني متكامله. كاين حلقه واحده اخرى اللي هي المدربين. هل هناك برنامج لتكوين تاهيل المدربين على مستوى الرابطه الجهويه لكره السله على مستوى ولايه وهران؟ شوف الحمد لله هنا لا ليغ ريجونال عندنا لا دي تي ان ديريكتور تكنيك ريجونال. هاد لا دي تي ان تخدم مع لا فيدراسيون. هنا من كنا عندنا ستاج فيبا وان فيبا ولا نلايمو الدوسيات تاع لي زونترينور تاعنا تاع الجهه الغربيه كاع ما فيها وهران، ونعطوهم لا فيدراسيون تديهم اون شارج. راهم كل خطره راهم يخرجوا مدربين
يعني داخل في البرنامج الفيدرالية. فيدراليه. يعني ويروحوا عندنا من وهران يعني مدربين، يعني كل ما تكون برمجه يعني كاين اقبال من طرف المدربين تاعنا. كاين مدرب ديجا الاخ زكريا خو هو. والمدرب مدرب وهران. بوتلجه ثاني راهم ارسلناهم وداو وان فيبا هذه فيبا وراهم مدربين. انا خطا نرسلوا 3 4 من الوهران ولا من الناحيه الغربيه. الحمد لله، هذا شيء مشرف لولايه وهران. الان فيما يخص برمجه المنافسات، ربما ولاية وهران نعرفوا بولاية وهران راه عندها أقطاب رياضية، قرية متوسطية، عندنا كذلك الهياكل الفندقية اللي بإمكانها إيواء الفرق والنوادي. هل ربما أنتم من خلال لقاءاتكم في الفيدرالية هل هناك يعني التفكير في تنظيم الرابطة الجهوية لمنافسات، سواء منافسات أي منافسات هنا في وهران في كرة السلة، حتى يستمتع ربما الجمهور الوهراني ويشوف بإمكانية وهران في هذه الرياضة؟ الحمد لله العام اللي فات كانت عندنا تجربه، الفيدراسيون عطاونا مينيم كارسون ايفي بطوله جزائريه وثلاث ايام هنا في لالوفا، وكاع الناس راحت فرحانين من الجزائر. تنظيم في المستوى، كانت في المستوى والناس كاع راحت فرحانين. يعني بامكانكم تنظيم منافسات اخرى مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي. هنا عندنا برنامج تاع 3-3 طلبنا من الفيدراسيون باش يعطونا نديروا ننظموا تاع 3-3 3 كونتر 3. اي مليحه، يعني تخصص في تخصص 3-3. اي انا نقراو يعطونا الموافقه ان شاء الله ونديروا دوره وطنيه ولا دوليه ان شاء الله. في هذه المنافسات، في هذه الدورات، في الاحتضان الوهران سواء الفرق الثلاثه الناشطه لمباريات في كره السله، كيفاش تشوفوا انتم كرئيس رابطه اقبال الجماهير على رياضة كرة السلة؟ هل كاين نوع من الإقبال؟ هل كاين عزوف؟ هل كاين نقص؟ هل تطمحون ربما أنه يكون استقطاب جماهير أكثر؟ شوف ما نكذبوش على روحنا، كرة السلة كانت شوية ميتة الآونة الأخيرة من ناحية النتائج، من ناحية النتائج، من ناحية الجمهور. هاد السنة بدات تتحرك مع فريق مرجان وهران، بدات تولي بدا يولي الناس تفرج، بدات الصاله بدات تتعمر. الحمد لله يا ربي. يعني كاين عوده ان شاء الله. هو الجمهور ربما مرتبط بالنتائج، قدر ما تجيب النتائج وقد ما لان نشوفوا فريق شباب مرجان وهران في ظرف وجيز سنتين قدر يحقق نتائج كبيرة، يعني مرتبة ثانية في البطولة للأواسط، كذلك بطل للجزائر في كرة صعود الأكابر، ويطمح ربما للمزيد من نكسي. قدو نعاود نولي الأخ فرحي، الأخ الهواري. انتوما يعني كان يتكلم سيد رئيس الرابطة حول يعني هذه الأمور، أولا تتعلق بالتحضيرات في المنافسات، المشاركة وحصد النتائج. نشوفوا فريق تاعكم يعني حديث النشأة، لما نقولوا حديث النشأة يعني الموارد المالية قليلة. على واش أولا تعتمدوا في تمويل الفريق؟ اعتمادنا الفريق يعتمد على بعض الموارد من عندكم البلديه، من المدير في الاونه، في هذه الاونه من فريق جديد كاين قوانين جميع السلطات تطبق على الجميع. ما يمكنناش باش ندوا الاعانات. مي ان شاء الله السنه ان شاء الله درتوا لا دوموند، درنا لا دوموند ان شاء الله. يعني تعتمدوا في الاعانات على مالكم الخاص؟ مالنا الخاص وبعض المساعدات من كاين دي سبونسور كذلك؟ لا حد الساعه ما كانش نبحثوا لي سبونسور ان شاء الله. وهذا ربما نداء للمستمعين ولايه وهران، يعني قطب اقتصادي، عندنا العديد من المؤسسات، عندنا العديد من الشركات بامكانهم كذلك يعني تمويل هذه الفرق الرياضيه، لان الرياضه هي اولا تخدم المجتمع من اجل القضاء على الآفات الاجتماعية، من أجل كذلك حصد النتائج، حتى تحفيز لما تجي منافسات كيما هادو سي قدور حميد، منافسات كيما اللي كنت تنظمونها وتكون منافسة وطنية، أو لما لا منافسة عربية في وهران. ربما لو يكون يعني ثقافة تمويل راح تنشط حتى السياحة أكثر، تنشط ربما التجارة أكثر في وهران، أليس كذلك؟ في لي جو ميديتيراني اللي درناهم الخطرة تاع 3 نعم. كانوا في سيد الحسني، كان شعب كبير
كنا كانوا لي ماتش يلعبوا مع مسته لهيه، كان شعب كبير، كانوا سياح، كانت خرجت علامه نشاط يعني كبير. اللاعب الابيض المتوسط اللي جات هنا في وهران كانت وهذا يخلق جو يعني ربما من التجاره، وتزيد الانتعاش اكثر لوهران من ناحيه الاقتصاد، كذلك التعريف بالمناطق السياحيه لوهران، هذا شيء جميل وهذا ما نطمح اليه. السيد فرحي وري، فريقكم ما السر وراء تحقيق هذه النتائج الإيجابية في الظرف وجيز؟ ربما نشوفوا فرق كما كبيرة اللي عندها ربما باع طويل في ممارسة الرياضة، ولكن انتم في ظرف وجيز استطعتوا تحققوا نتائج يعني كبيرة، الصعود، كذلك نيل الألقاب تاع كأس الجمهورية. كاين كذلك عمل يندار في القاعدة اللي هي فئة الصغرى. ما هي فلسفتكم في تسيير هذا النادي؟ احنا على باز نعتمدوا على سياسة التكوين. هذه من اللي علمكم الفريق الوحيد على مستوى الولاية رغم حداثة نشأته ليتألف من كل الأصناف، من أصناف تحت إيويت تحت 8 سنوات إلى غاية الأكابر، كتاكيت هكذا كتاكيت إلى غاية صنف الأكابر، كل الأصناف. وان شاء الله الموسم القادم اسمح لي السي الوري، هذا الاصناف كلهم عندهم مدربين تاعهم، كلهم مدربين تاعهم، وكلهم عندهم يعني الالبسه كلهم ان شاء الله تكونوا يعني مجهود كبير ان شاء الله الملعب وتشوف ان شاء الله الفريق ان شاء الله. نعتمدوا نسبة احترافية، ما نقولش احترافية، مي على الأقل ندو الاحتياطات تاعنا في الألبسة، في الطفل الصغير شيء يبغي. صح. الفريق الأكابر كما قلت لك في الأولى، احنا جبنا الإداريين أغلب اللاعبين سابقين اللي يعرفوا مشاكل اللي يكون في اللاعبين شخصهم. ثاني لاعبين خوتنا ما شاء الله واقفين معنا. كان هناك بعض اللاعبين اللي يساعدوا من اموالهم الخاص، نحييهم اسماء، نحييهم. كاين الاخ بالريعي رمزي نحييه من بين الناس اللي مساعدين الفريق تاعي، هو لاعب وهو لاعب مع الفريق ويساعد الفريق. حب لكرة السلة، يحب كرة السلة. هي هذه تضافر جهود الجميع، سواء الوضع اليدي، سواء مسؤولين، سواء محبين، سواء اولياء الرياضيين، كذلك الشبان الصغير، لان حتى باش تكون عندنا ثقافه يعني الابطال، لابد كذلك الاسره كلها تراعي هذا الامور. سي وري، ربما انتم كذلك كفريق حديث النشأة ويعني وتعانوا ككل الفرق من نقص الهياكل، من كذلك نقص التمويل، ولكن رغم ذلك لم تستسلموا. نشوفوا نشوفوا يعني راكم تواصلوا وحققتوا الصعود. هل عندكم اهداف واحده اخرى راكم تسعوا اليها؟ نعرفوا باللي وهران ما عندهاش تمثيل في القسم الممتاز. هل من بين اهداف لكم سطرينها البلوغ الى القسم الممتاز وتشريف مدينه وهران؟ هذا هو الهدف الاول يوم تاسيس الفريق. حنا الاجتماع الاول اللي باش اسسنا الفريق قلنا ان شاء الله دون 3 سنوات 4 سنوات نكونوا في القسم الممتاز. ربي وفقنا في ظرف وجيز، وصلنا القسم الاول. الهدف هذا العام ان شاء الله هو الصعود للقسم الممتاز ان شاء الله باذن الله. العام الجاي ان شاء الله لا سيزون بروشين ان شاء الله نكونوا في القسم الممتاز. ماشي حاجه صعيبه علينا باسكو الفريق نيته عندنا الخدمه العامل الجاد صرامه. داير الفريق بدا يتدرب في صافي اون سيمين عاود انطلاقه مبكره للتدريب باش نكونوا ان شاء الله واجدين وقد المسؤوليه. درت بعض التدعيمات للفريق من لاعبين ثاني ذو خبره. عندنا فريق شاب الحمد لله، الفريق معدل الاعمار تاع الفريق 22 سنه. وعندي فريق الاواسط اللي حقق كاس الجمهوريه. لانكم هذيك كاس الجمهوريه غايبه على ولايه وهران منذ سنه 1991، صافي 34 سنه غايبه على في فريق الاواسط. وبامكان ربما حصد المزيد من النتائج لو توفرت الظروف ان شاء الله. نعم ان شاء الله. ثاني عندنا هدف ثاني نعاود تحقيق كاس الجمهوريه في الاواسط. فريق الامل ثاني هدف كاس الجمهوريه ان شاء الله ان شاء الله. والفريق الاكابر باذن الله ان شاء الله يوفقنا نكونوا العام الموسم القادم نعدكم نكونوا في القسم الممتاز ان شاء الله. احنا من خلال الحديث معكم، الحديث مع رئيس الرابطه، لمسنا باللي هذا الفرق الاخرى اللي ربما نستضيفوهم ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله، ونحييهم من هذا المنبر. نادي بريد وهران والكلوب تاع وهران في كره السله
تكلم رئيس الرابطة عن مشكل هجرة اللاعبين، هذه هجرة اللاعبين تعاني منها العديد من الرياضات على مستوى ولاية وهران. انتم راني نشوف باللي عندكم اهتمام كبير بالقاعدة، لما نشوف باللي أواسط تحصل على كأس الجمهورية، لما نشوف باللي يعني كاين عمل قاعدي، هل انتم ما كنتش متخوفين من هاجس هجرة اللاعبين؟ لا بالعكس، احنا اتخذنا قرار تاع نعتمدوا على التكوين. باسكو الطفل الصغير من يتكون ويتكون في الطريق الصحيح، يشوف الفريق يعتمد، يشوف النية، يشوف الناس كي تكون منضبطة، يشوف الأمور في الجدية، تبقى دائما عندها الغيرة عن الفريق. الفرق الجزائرية اللي راهي في هذه المرحلة اللي راهي ناجحة، كاع الفرق عندهم فريق تكوين، عندهم تكوين لاباس تاع 100% والفريق. حنا ان شاء الله نعتمدوا هاد السياسه نبقاو فيها ان شاء الله. ومن جهه الفريق الثاني الاكابر ان شاء الله نوفروا، هما نصارحهم كي تكون مع اللاعب صريح. حنا قلت لك الفريق متكون من الاداريين تاع الفريق هما لاعبين سابقين، ثم كاع المشاكل اللي كانوا يعانوا فيها كي كنا لاعبين دروك نصارحوا اللاعبين المحليين عندنا، مشاكل المال، التموين، كاع عارفين المشكل. وان شاء الله والحمد لله هما تاني واقفين معنا، ما نكذبش على روحنا، تاني لي جوار الله يعطيهم الصحه يصبروا دراهمهم. كاين اللي يقول لك ما نخلصوش، معليش حنا نبغوا الباسكيت. يعني مكاتفين واعيين الحمد لله. هذا شيء جميل جدا. نولوا لهذا المشكل مع السيد رئيس الرابطه، هجره اللاعبين. هل هجره اللاعبين الانديه واحده اخرى من وهران ربما هذا يعني مشكل يعني راه يعيق حقا الفرق يعني على مستوى ولاية وهران اللي ربما تعاني كما فريق شباب مرجان وهران، نقص يعني الامكانيات، وهذا يخلي اللاعب يطمئن على المستقبل تاعه يلجا الى فرق واحده اخرى اللي ربما حتى من يعني من مناطق بعيده، ولكن من اجل ضمان المستقبل تاعه يعني يروح لهذا اللعب. ما كانش يعني كيفاش تفكروا انتم كرابطه، يعني خاصه نشوفوا كره السله حتى في الناحيه الغربيه يعني اللاعبين هم يروحوا للوسط اكثر، لان نعرفوا باللي كاين دعم اكثر تماك، يعني كاين فرق يعني وراءهم حتى شركات يعني ومؤسسات اقتصاديه. لهذا يعني ما كاينش تفكير كيفاش تكون يعني مع المسؤولين، مع المستثمرين، مع اصحاب المؤسسات الاقتصاديه، كيفاش تكون يعني نوع من التوعيه بضروره يعني الاستثمار وتمويل الفرق الرياضية كذلك عن طريق صيغة سبونسورينج. يعني ليس بإمكانكم يعني مساعدة هذه الفرق؟ شوف، ما نكذبوش على بعض، الميزانية تاع الدي جي اس ما تنجمش تخلص بها اللاعبين. ولذلك رؤساء النوادي اللي يروحوا يحوسوا على سبونسورينج، اللي يروحوا يحوسوا. وهنا في كرة السلة ما كاع يروحوا من جهه كره القدم، يعني يحوسوا على الاكثر جماهيريه. اكثر جماهيريه كره السله ولا كره الطائره ولا رغم ان نشوفوا عالميا كره السله في العديد من الدول القويه يعني تستقطب جماهير، يعني حتى دول عربيه يعني انتعشت فيها كره السله واصبحت يعني تجر الاموال الكثيره. يعني علاش احنا يعني في كره السله في بلادنا يعني ما زالت يعني نوع من الركود وعدم استقطاب؟ يعني نقدر نروحوا للعالم الاحترافي ربما في هذا الفرق، لما لا؟ مشكل كبير هذا تاع لي سبونسورينغ. كون ما يكونش كاين سبونسورينغ، هاد لي جوار تاعنا تاع وهران، لي ميور جوار تاع وهران ما يروحوا للشرق، ما يروحوا للوسط، ما يروحوا هنا الجهه الغربيه، البنيصه، في تلمسان. انا ماذا بينا يكون هادو لي زيكيب تاعنا يجوهم لي سبونسورينغ، اللاعبين تاعنا يقعدوا هنا في وهران، ويكون عندنا نيفو شباب هنا في وهران ان شاء الله يا ربي. خاصة نعرفوا باللي وهران يعني وهران مقارنة بالفرق مع احترامنا لكل ولايات وكل مدن اللي راهم يروحوا لها يعني اللاعبين تاعنا يلعبوا، ولكن ما نظنش بحجم وهران من ناحية القوة الاقتصادية، من ناحية يعني عندنا العديد من المؤسسات، حتى تاريخيا وهران يعني في كرة السلة عندها تاريخ وعندها باع طويل أكثر من عدة يعني فرق الان اللي راها يعني تستقطب هذا المواجهه. كذلك بتشوفش باللي كذلك ربما عدم الاهتمام كذلك بالفئات الصغرى كذلك عند النوادي
يعني هو يعني كذلك يخلي حتى بعض اللاعبين يعني ماشي غير يهجروا نحو النوادي، حتى يتوقفوا عن ممارسه هذه الرياضه ولا يروحوا في الصغار نحو رياضات واحده اخرى. شوش في الفئات الصغرى راهي كارثه، ما عندناش الملاعب الجواريه، ما عندناش لي تيرا بلانر، ما كانش. راه كاين هذاك تاع كاستور، ولا راه كاين تاع البي تي تي هنا، تاع الكومبلكس تاع البي تي تي، عاد هذا ما كان. ولا كاين لاصال تاع لوفا اللي يدير فيها كون خصنا منشآت رياضيه في وهران. هنا سي قدور من ناحيه ربما كرأي ولا فكره، ألا ترى أن الملاعب الجوارية لكرة القدم كذلك بإمكان استعمالها ربما لكرة السلة أو ملاعب جوارية متعددة الرياضات على الهواء الطلق؟ هل بإمكان ربما فقط تجلب هذوك عندكم مشكلة على بانو هذوك وتقدر في هذيك الملاعب تقدر تمارس كرة السلة على الأقل جوارية؟ شوف، داروا سياسة تاع الدولة، داروا ملاعب جوارية سبيسيال باسكت، بصح ملي ما كاش الحارس لي بانو كاع هرسوهم راهم يلعبوا فيهم الفوتبول. وهذا نداء كذلك نوجهوه للاسف الشديد. هذه السلوكات اللي نشوفوها حقيقه الدوله تبذل مصاريف باهظه، تبني منشآت وتبني، ولكن هذيك الثقافه نتاع ماشي تاعي خلي الاخر، يعني خلت ربما العديد من الهياكل والمنشآت اللي يعني تغير تستنزف اموال كبيره ومن بعد تروح هباء المنثورات. تشوف واحد يكسر واحد، ولما حتى ثقافه النهي ما ولات عندنا، لما تنهي واحد يقول لك انا ما خاطيني انا دخلني. هذا فائده احنا مثل هذه الحصص نوعوا، لان التدهور تاع بعض الرياضات ربما المسؤوليه تقع على عاتق الجميع، ما نحصلوش غير في مسؤولين ولا في نوادي ولا في لاعبين ولا في سبونسورين. ربما احيانا حتى احنا ما نشجعوش مثل هذه الرياضات، يعني يعني كمواطنين، من اجل الحضور، من اجل الدعم، من اجل لان نشوفوا اي رياضه تحتاج الى الدعم المعنوي يلعب دور كذلك كبير. ربما رساله توجه المواطنين ربما وساكنه ولايه وهران من اجل ربما الحضور لهذه المنافسات، تشجيع هذا الرياضيين في كره السله. شوف، ما هذا المنبر غنهضر على سطا تاع كاستور اللي خرج لاعبين كبار وخرج حكام دوليين وخرج مدربين وخرج اطارات في كره السله، راه ضايع. انا ماذا بينا هذا الملعب قدوه تاع وهران، كان بن جميل دوبالا لي برايتي الله يرحمه كانت في كره السله. ماذا بينا يعاودوا ماذا بينا يعاودوا هذا الملعب هذا، يعاودوا يسقموه ويعاودوا يخلوه. انا راه يستنشط ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. هذا ما نأمل اليه. وهذا كذلك نداء كذلك حتى للناس يعني اللي راهم ناشطين كذلك يشوفوا يعني يحبوا اولادهم لهذه الرياضات اللي يعني على مستوى يعني ولايه وهران، حتى الناس يعني هاد الاطفال نتاعنا نبعدوهم على الافات الاجتماعيه، على المخدرات، على كل يعني ما يسبب لهم الهلاك والتهلكه في صحتهم وكذلك في ربما حياتهم اليوميه. ربما الان نعم يشير لي زميلي مختار انه التوقيت على مستوى ولايه وهران 4:47 وهو موعد اذان صلاه العصر حسب توقيت ولايه وهران وما جاورها. فلنستمع لصوت الحق. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر تقنية ستريمينج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإذاعة وهران، نعود إليكم في استكمال ما تبقى من برنامج ملفات رياضية التي خصصنا في هذا العدد للحديث عن رياضة كرة السلة من خلال استضافة السيد رئيس رابطة الجهوية لكرة السلة سيد قدور حميد، وكذلك سيد فرحي الهواري يونس رئيس شباب نادي شباب مرجان وهران لكرة السلة. سيد فرحي نبقى معك. كنا نتحدث مع سيد قدور حميد عن استقطاب الجماهير. انتم في قاعة لالوفا لما تخوضوا المنافسات كيفاش تشوف الحضور الجماهيري للمباريات اللي تجروها على مستوى ولاية وهران؟ كما كان العام اللي فات الحمد لله كان هناك الجماهير تقريبا القاعة كانت في المقابلات تاع ليكيب تاعنا كانت شبه ممتلئة الحمد لله، من الأصدقاء من العائلات. هذا الشيء يفرح باسكو علاه كي تشوف كرة السلة في لي زاني اللي فاتوا ما كانش قاعات تتفرج ماتش تحسب ماتش ويكلو هما عناصر واحد ولا زوج. الان السنه الماضيه مع كان موسم الصعود والجمهور دائما يحوس النتائج ويتبع النتائج. الجمهور دائما يتبع النتائج، صعود وكاس جمهوريه تاع الاواسط ثاني وصلوا الناس كانوا يديبلاسوا مع الفريق يروحوا يتفرجوا ثاني على الاكستيريور. الحمد لله كان الجمهور يعطيهم الصحه هما يوقفوا معنا. وان شاء الله السنه ان شاء الله ثاني الهدف تاعنا ان شاء الله كي نحققوا الصعود قسم ممتاز، والامنيه تاعنا كامنيه كاع الفريق ان شاء الله لما لا نشاركوا في قصر الرياضه حمو بوتليليس ان شاء الله، عوده كره السله ان شاء الله في قصر الرياضه. هذا هو مكانها الحمد لله. عمان في العاصمه كي يتكلم على الاخصائيين يقول احنا امنيتنا نعاود نلعبوا الباسكت في وهران مع ليكيب من وهران وفي البالي دي سبور ولا قصر الرياضه حمو بوتليليس. ان شاء الله احنا هذه الامنيه تاعنا وحدا الجمهور تاعنا ان شاء الله ان شاء الله. على ذكر سي هواري ذكرنا سي قدور يعني في القاعه تاع البالي دي سبور يعني بامكانها حتى احتضان منافسات يعني هل يعني كاين ربما مع المسؤولين حتى مع النوادي الاخرى يعني تفكير كيفاش لي يعني انعاش رياضه كره السله وعوده كرة السلة يعني إلى كذلك القاعة المتعددة الرياضات يعني البالي دي سبور يعني وتنشيطها أكثر مستقبلا إن شاء الله. شوف في وهران كان عندنا 3 قاعات نلعبوا فيهم كرة السلة. كانت تروفيل صالة تاع تروفيل قلعوا لي بانو، وكانت سيد البشير قلعوا لي بانو راهم يلعبوا فيها 6 تروفيل تاع عيون ترك يعني. تروفيل تاع عيون ترك كانت سبيسيال ثاني باسكت كانت ناشطة في العيون. دروك ما عرفناش على قالوا لي بانو راه ما كانش كرة السلة تما، وزاد الصالة تاع سيد البشير ثاني كانت سبيسيال باسكت قلعوا لي بانو. يعني تراجعنا كنا ب3 قاعات عشينا بقاعة واحدة. هنا ما نطلبوا من النوادي زادت ربما النوادي زادت ومام كرة السلة بدات تنعش. مام الاطفال راهم يحبوا دروك كرة السلة. احنا مادام لنا هاد السلطات يزيدوا يعاونونا يعطونا قاعات ان شاء الله. ان شاء الله هذا النداء تاعك يوصل للاذان تاع السلطات ويكون كاين مشاريع ان شاء الله. راه كاين مشاريع تكلمنا عليها في اول حصه مع السي مصطفى بن عبو. كلمه اخيره سي حميد الوقت دامنا نختموا بهذا الحديث. شوف انا نشكر دي جي اس التجار عادل، نشكر رئيس مصلحنا اللي صاحبنا مصطفى بن عبو، ونشكر منازلي راهم عاونونا نحيوهم هادو عاونونا
وان شاء الله يزيدوا يعاونونا. ونحيي كذلك كل النوادي الناشطه في كره إن شاء الله، السله على إن شاء مستوى الله. ولايه وهران، وحتى الجمهور وعشاق كره السله. كذلك كلمه اخيره في عجاله سي واري. انا نشكركم على حسن الاستضافه وعلى الشكر على واجب. ونشكر ثاني كاع الناس يساعدونا مديريه الشباب والرياضه كما قال السي حميد، عادل تجار رئيس المديريه، ورئيس المصلحه مصطفى بن عبو اللي ساعدوني صراحه الموسم الماضي، ساعدونا والله يعطيهم الصحه. ونشكر كل السلطات، ان شاء الله نتمناو ثاني يشوفوا فينا السلطات ان شاء الله بربي. ان شاء الله احنا نتمنى لكم وكل الانديه حظ موفق. والله الحديث معكم شيق وممتع، ولكن الوقت كان ضيق ولا زالت امور كثيره. ربما نضرب مواعيد ان شاء الله في الاعداد القادمه حتى تكون كاين منافسات ونتحدث اكثر عن كره السله في مستوى على مستوى ولايه وهران. وانتم كذلك مستمعينا ومشاهدينا الكرام على مستوى إذاعة وهران، نضرب لكم موعد مع رياضة أخرى في ملفات رياضية للأعداد المقبلة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحية الطاقم التقني الذي خدمكم في هذه الأمسية، والختام سلام. ملفات رياضية.